والله كنت محبطة وكنت مش قادرة أقوم من مكاني، والجو صراحة ما كانش أحسن حاجة. فجأة لقيت الباب بيخبط، اخواتي جايين نقضي معاكي شم النسيم بجد. حسيت ان انا جالي بقى باور كده وطاقة ايجابية بقى. وسع يا عم الحاج على الفطير والبطاطس المحمرة والرنجة والبصل، واديله ادي والحاجة الساقعة والجرجير، ويلا بينا. يوم والله العظيم يعني من الايام اللي بجد بتروح كده وما بترجعش، كل فين وفين على بال ما بنجيبها تاني. وقفت بقى كده في المطبخ زي ما احنا شايفين، وهنجهز النهارده مع بعض تجهيزات يوم شم النسيم. وهو عيد فرعوني، وكل سنة والإخوة الأقباط طيبين. ولادي بقى وولاد اخواتي ولعب وهيصة والكورة بقى، وبجد كان الجو حلو جدا لدرجة ان انا لعبت معاهم، تحمست ولعبت معاهم كورة. يلا بينا، يوم ايجابي. ما تنسيش يا قلب اختك حطي لايك وكومنت ايجابي كده وطاقة ايجابية ودعوة حلوة ولكن بالمثل ان شاء الله. يلا نبتدي اليوم. وهنا بقى انا وبنات اخواتي وايسل بقى، وكلهم زي ما احنا شايفين كده مغطيين وشهم. هم مش عايزين، يعني هم قلت لهم هتظهروا معايا في الفيديو لكن هم مش عايزين يظهروا في الفيديو. زي ما احنا شايفين كده قلنا نبتدي اليوم. وطلعنا على السطح، الكورة بقى واللعب والضحك والهزار، وابتدينا يومنا. وهنا بقول لكم بقى ايه، ما تنسونيش باللايك والشير وسبسكرايب وصلوا على النبي، ونشوف هنعمل ايه النهارده. جبنا زي ما احنا شايفين كده الفطير، وكانت شغلة وحكاية. وشغلة وحكاية قناة جميلة جدا، اللي لسه ما زارهاش يا ريت يزور ويعمل لها ايه سبسكرايب حلو كده، وكمان لايك وكومنت حلوين كده زيكم. وزي ما احنا شايفين بقى ايه، دخلت الفطير في الفرن علشان يسخن. وكمان قلت لها بقى الرنجة انتي تيجي تعمليها بنفسك. كنت انا بقى جهزت البطاطس، قطعتها يعني وخلصتها علشان اقليها. هو بصوا اليوم كله اساسا كانت شغلة وحكاية هي اللي متولية. وبعدين فرفشة في الخمسينة برضو كانت جاية واكلة من بيتها، فما يعني ما تحمستش معانا، ما دخلتش براسها في الليلة. ولكن بجد بجد كان يوم حلو جدا. وبنات اخواتي بقى قرروا ان هم يشتروا توك. ناخد رأيك يا خالته. فابتديت ان انا ايه افتح كيس التوك كده ونشوف الاراء. وايسل جايبه الحاجات، واقول لها ايه اي توك اللي هي هتستحمل معانا وتعيش معانا قرن من الزمن. شغلة وحكاية. قررت ان هي ايه تعزمنا، ولكن عندنا في بيتنا. تدري ليش؟ علشان ولادي ما يروحوش يمرمطوا ليها الشقة ويمرمطوا ليها بيتها ويبهدلوا لها الدنيا. والله ايه يا اختي صريحة، ما فيش يعني صراحة اكتر من كده. فتعمل ايه، جابت هي نفسها وجابت ولادها وجم هما يمرمطوا هنا. مش مشكلة، والله والله العظيم ما هي مشكلة بالنسبة لي. انا اساسا مش طايقة اولادي، بيني وبينكم يعني، بس ما حدش يقول لها ده سر. فالمهم حبيت اشارككم بقى اليوم كده. سبت الزيت اللي هو شغلت عليه النار على بال ما ابتديت ان انا ايه انقي حبة توك. وكمان طلعت الهدوم من الغسالة وطلعت احط الطبق كده على على السطح زي ما احنا شايفين. وهنا ما كنتش قادرة ان انا اطلع، اقسم بالله ما كنت قادرة. ف يعني قلت بقى ايه نشيل الطاقة السلبية. وانا بقالي كام يوم كده مانيش قادرة اتحرك، لدرجة ان انا يعني الحركة دي على غير العادة بجد. ان انا اطلع الهدوم واسيبها كده في الطبق يوم واتنين، اللي هو خلاص كانت لازم تتغسل تاني. فهم لما جم صراحة نشطوني كده وادوني طاقة ايجابية، فالحمد لله يعني على كل شيء. طلعت بقى كده وطلعت سجادة من السجاجيد اللي لسه ما اتغسلوش. هي نظيفة ولكن هي مطربة شوية، فقلت كده كده مش مشكلة حتى لو اتزفرت او وقع عليها اي حاجة. هي كده كده لازم هغسلها تاني. ويعني ايه لسه ما عملناش فيها حاجة يعني. فهغسلها تاني على قد ان احنا ايه نقعد ناكل عليها. فزي ما احنا شايفين كده حطيت السجادة، وابتدينا ان احنا ايه نظبط الدنيا وننضف الكنب من العيش اللي هو الناشف. وهنا مروانتكاف واللي هي ادعوا له بالشفاء، ربنا يشفيه ويعافيه يا رب. إيه احنا لسه ماشيين في كورس علاج كده قبل العملية، لان احنا كل ما نقرر ان احنا ندخل العملية بتاعته يتعب. وكل شيء بميعاد، والحمد لله على كل شيء. انا يعني ايه مطمئنة وراضية الحمد لله يعني.
انا هنا بقى كده خلصت وقررت ان انا انزل تاني علشان اكمل لهم بقية الاكل من تحت، ونطلع الاكل بقى ونحطه ايه، ونشوف جهزنا السفرة بتاعتنا الجميلة البسيطة ازاي النهاردة. ادي الجرجير، وادي بقى الفطير، والبطاطس المحمرة، والبصل بليمون وخل، وكمان الرنجة، وكمان جبنا الحاجة الساقعة والمية. وبجد بجد بجد كانت قعدة جميلة جدا جدا جدا، والضحكة فيها من القلب، ولمة الاخوات. يا رب ربنا ما يحرمني منهم ابدا ويخليهم لي، طلعوني من الجو اللي انا فيه. وولاد اختي قعدوا يلعبوا ومبسوطين وفرحانين. بصوا، القعده واللمه والفرحه مش بالامكانيات، والله ما هي بالامكانيات، هي بالقلب النظيف وبراحه البال. راحة البال بالدنيا وما فيها، انك تبقي مرتاحة وتبقي قاعدة قلبك نظيف كده وفيكي طاقة ايجابية كده، اصلا القعدة اللي انت قاعدة فيها قاعدة حباها بجد بجد بالدنيا وما فيها. فما تفوتوش يوم في حياتكم كده من غير طاقة إيجابية، ما تفوتوش يوم من غير ما تكونوا مبسوطين، من غير ما تكونوا حابين بعض. كده كده الوقت بيعدي، وكده كده محسوب عليكي، فليه تعدي وقتك وانتي مهمومة ومغمومة والجو طاقة سلبية وحاجات وحشة كده؟ لا، لازم تتبسطي ولازم تفرحي نفسك، لازم تحبي نفسك على قد ما تقدري، وتعيشي يومك اليوم بيومه بجد من قلبك. إيه، انا هنا بقى ايه، كان في لسه طاسة بطاطس، فقلت اما انزل اجيبها، وكمان الجبنة الحادقة حطيناها لي في كيس كده وجايبينها. انا ماليش في الجبنة الحادقة وماليش في الحاجات اللي هي الغريبة بتاعتهم دي، انا اخري الرنجة، يعني انا كده انحرفت معاهم في الرنجة. فهنا ايسل بقى كانت بتقول لكم ما تنسوش اللايك وكمان شير، واي حد بيشوف الفيديو عنده منتدى يا ريت يرفع لي منتدى فضلا وليس امرا. انا هنا كنت بوصف لكم قد ايه انا فرحانه في اليوم ده. وبعدين هم بقى خلصوا، فقلت اما انزل اعمل لهم بقى ايه صينيه كوفي ميكس كده معتبره، علشان يحبسوا بعد الحاجه الساقعه وبعد كمان الرنجه وبعد الفسيخ والفطير والحاجات دي كلها. لما الاخوات لما ما تتعوضش، اشبعوا من بعض على قد ما تقدروا. بجد الفيديو فيديو عائلي، انا حبيت اشاركه، حبيت ان انا يكون فيديو زي ده موجود على القناه. اليوم اللي بيروح ما بيجيش زيه تاني، الفرحة اللي بتروح ما بتجيش زيها تاني. حبوا بعض واشبعوا من بعض على قد ما تقدروا، ما تعرفوش بكرة مستني في ايه، ما تعرفوش بكرة عاين لكم ايه. يا رب ايامنا كلها تبقى فرح وسعادة. هنا بوريكم ان دي قشرة بطاطس، ولكن انا طبعا ما كناش نضفنا الرخامة. كنا خدنا الاكل وطلعنا كلنا على فوق بنجري بقى علشان نلحق نشبع من بعض ونقعد مع بعض اطول وقت ممكن. خلصنا، وكان يوم جميل، يوم عائلي. زي ما قلت لكم اشبعوا من بعض، حبوا بعض، اليوم اللي بيعدي ما بيجيش تاني. يا رب تكونوا فرحتوا معايا زي ما انا كنت فرحانة النهاردة. واحب اقول لكم ما تنسوش اللايك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.